لا حياة بدون نفيك أجلا. بدون سرقة الرجال وليس سرقة الرجال. لا حياة بدون القائد. بانگا میا جبو آشتی و چارەسەریەک دموکراتیک نەگاوێکە سیاسیە ژرێزەیە گاوێکە ستراژیک و قۆناغەکە دیرۆکیە بەبێ بانگێرە هەم لە تورکیایە هەم جی لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتە ناوین دەریێن سەردەمەکە نو یا ژیانێکە دموکراتیک ئاسەربینگا ئاشتیە حەتا داوی هاتنە بەکردن بۆ دێشونا شەر و ئێرانیە بگرە ئەv نەتەنێ داخوازەکە ڕاستیەکە شینبەرە بۆ divê bi derfetên xurt û gavên piratîkiyên cedî were avakirin ji ber ku aşîtiyeke rasteqîn tenê bêdengbûna çekan an jî bi dawîbûna pevçûnên nîne aşîtiya rasteqîn wê demê pêkan e dema azadî demokrasî û edaleta civakî di hemû qadên jiyanê de ava bû vekarîna civakî ji bo gelên me ne tenê mafeke di heman demê de peywera serekeya serdema nû ya pêşiya me ye aşitî demokrasî û nirxên azadiyê dê bi têkoşîna gelê me re teqezmayîn dibibin û di nava jiyana civakî de cihê xwe bigire ev welat êdî dê bibe welatê wan kesan ên ku aşitî û jiyana demokratîk hem weke mafê xwe hem jî peywera xwe dibînin bi wesîleya yekê Eylûlê ez deng bang gelên me dikim ku xwedî li vê peywera dîrokî derkevin û meşa aşitî û azadiyê hêj bêhtir mezin bikin di wê baweriyê de me ku hemû kes di ciddiyeta vê serdemê fêm bike xwe li ber çavan derbas bike û li gorî ruhê aşitiyê te bigere bi vê baweriyê ez we hemûyan bi hezkirin û rêzên xwe yên têdawî silav dikim Abdullah Öcalan girava Emraliyê bê serok jiyan nabe bê serok jiyan من أجل السلام والديمقراطية نداؤنا من أجل السلام والحل الديمقراطي ليس خطوة سياسية عابرة بل هو خطوة استراتيجية ومفصل تاريخي. بهذا النداء فتحت أبواب عصر جديد من الحياة الديمقراطية المبنية على السلام في تركيا وفي عموم الشرق الأوسط حتى النهاية ليحل محل الحرب والدمار. هذا ليس مجرد مطلب بل هو حقيقة مشرقة يجب أن تبنى على فرص قوية وخطوات عملية وجادة لأن السلام الحقيقي لا يتحقق فقط بوقف إطلاق النار أو إنهاء الاشتباكات. السلام الحقيقي هو الزمن الذي تبنى فيه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كل مجالات الحياة. التحول الاجتماعي لشعوبنا ليس مجرد حق بل هو أيضا المبدأ الأساسي لعصرنا الجديد ومسيرتنا المستقبلية. السلام والديمقراطية وقيم الحرية يجب أن تترسخ
من خلال نضال شعوبنا وأن تأخذ مكانها في الحياة الاجتماعية. هذا الوطن سيصبح وطن أولئك الذين يرون في السلام والحياة الديمقراطية حقا ومبدأ لهم. بمناسبة الأول من أيلول أدعو شعوبنا إلى أن يكونوا أصحاب هذا المبدأ التاريخي وأن يعززوا مسيرة السلام والحرية أكثر فأكثر. نحن نؤمن بأن الجميع سيفهم جدية هذا العصر وسيتجاوب معه بوعي ويتحرك بروح السلام. بهذه الثقة أحييكم جميعا بمحبة واحترام لا ينتهيان. عبد الله أوجلان، سجن مرادي. أرجي بنام بارتيا يكيدية ديمقراط PD عبان زهرة العلي باسم اتحاد الديمقراطي PD عبان زهرة العلي. فرموا لأمهات الشهداء اللواتي قدمنا فلقت أكبادهن أغلى ما لديهن في الكون. تحية لأمهات الأبطال الذين يناضلون ويقاتلون لدفاع عن بلادهم. تحية نحمي هاماتنا إجلالا وأكبارا لشهدائنا العظماء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وأرواحهم الزكية في سبيل الحرية. نحيي قائدنا القائد الأممي عبد الله أوجلان، الفيلسوف والقائد والمفكر عبد الله أوجلان، الذي بفضله وفلسفته وفكره الذي أنار العالم أجمع، الذي جعل نوره يشع في العالم. اليوم في كل عام من 1 من أيلول نحتفل بيوم السلام العالمي. السلام العالمي الذي هدفه الابتعاد والنزع النزاعات والصراعات والحروب. هدفه نشر السلام في العالم أجمع. سلامنا لا يتحقق إلا بتحقيق الحرية الجسدية للقائد. القائد عبد الله أوجلان قائدنا الأممي منذ 27 عاما ما زال في إمرالي تحت التجريد والعزة المفروضة عليه من قبل الحكام الفاشية الذين يفرضون عليه التجريد ويمنعون حريته الجسدية. نحن باسمنا وباسم جميع مكونات شمال وشرق سوريا وباسم المرأة نطالب بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان الذي جعل من إمرالي مدرسة فكرية ومدرسة إيديولوجية.